القرعه هي جزء من هذا الحظ. والقرعه اليوم طبعا هي تبقى قرعه في لعبه كره القدم. اعتقد بانه مجموعتنا هي مجموعه صعبه كثير، مجموعه الموت. منتخبنا ايضا منتخب قوي. اتصور بانه اذا تاهلنا هذه المره على حساب هذه المجموعه نقدر نقول بان منتخبنا الجزائري حقق انجاز اكبر من التتويج بكاس افريقيا، لانه تتويج بكاس افريقيا لن تفوز على زامبيا والكاميرون ونيجيريا لكي تتوج بكاس افريقيا، ولا واحد في العالم توج بكاس افريقيا على حساب هذه المنتخبات الثلاث. اتصور بانه مواجهه هذه المنتخبات اعتقد بانه محفز جدا بالنسبه الينا، كتروبيكسيتون كما يقال في اللغه الفنيه لكره القدم. القرعه هي قرعه، طبعا احنا كنا نتمناه شيء اخر، ولكن مثل ما قال واحد من ضيوفك لا اذكر من قال بانه مواجهه المنتخبات الكبيره ايضا كنا دائما نقول بان منتخبنا يتاهل على منتخبات صغيره، الان سيواجه منتخبات كبيره. انا اتصور بانه سيكون متحفز جدا، والمنتخبات الاخرى الثلاثه هي التي ستخاف من البدايه. طبعا امام الكاميرون ونيجيريا وزامبيا، هل حظوظ المنتخب الجزائري كبيره بهذه الاسماء، علما بان المنتخب الجزائري الان بدون مدرب فتره قصيره ربما الى الذهاب الى مونديال روسيا؟ هل متعلق الان بجلب مدرب كبير لهذا المنتخب، خاصه ان المنتخبات التي ستواجهها من العيار الثقيل ايضا يلزمها مدرب كبير؟ ما رايك؟ اولا الان من الصعب عليك الحصول على مدرب كبير الان، وبالتالي من الصعب على الجزائر ان تحصل على مدرب كبير اليوم، لانه انا لو كنت مدرب مثلا كبير ولا صغير اخاف ان اشرف على المنتخب الجزائري بعد عمليه القرعه هذه وحده. يعني انا لست مطمئن ولست متاكد من التاهل امام هذه المجموعه. ثانيا الامر غير مرتبط فقط بالمدرب، الامر مرتبط بمعطيات اخرى تعرفها اكيد على المستوى الافريقي. طبعا من حسن حظنا ان التصفيه تبدا في اكتوبر، يعني اللاعبين يكونوا في اوج عطائهم، في افضل احوالهم لا تبدا في شهر سبتمبر وانما في شهر اكتوبر ونوفمبر، وبعدين المباريات الاربعه الاخرى فيما بعد. الامر ليس مرتبط بالمدرب، ممكن ياتيك مورينيو كمدرب ولكنك لم تتاهل امام هذه المنتخبات، وممكن ايضا ان ياتيك مدرب مغمور وتتاهل على حساب هذه المجموعه. نعم، بالنسبة للمجموعات الأخرى حفيد الراجي طبعا في عجالة، طبعا المنتخب التونسي أمام المنتخب الليبي والكونغو الديمقراطية وغينيا، نظرتك؟ منتخب تونسي محظوظ في هذه المجموعة على كل حال، ولو أنه الكونغو فريق قوي جدا، غينيا أيضا تلعب كرة كويسة، ليبيا ستكون كأنه حصان رابع في هذه المجموعة. اعتقد بانه تونس لا يمكن لها ان تامل في عمليه قرعه مثل هذه. بالنسبه للمجموعه الثالثه التي يتواجد فيها المنتخب المغربي مع كوديفوار ومالي والغابون، هذه ايضا مجموعه ثانيه بعد مجموعه الجزائر قويه جدا، كوديفوار ومالي وكذلك الغابون الذي سينظم نهائيات كاس افريقيا المقبله. لسوء حظ المنتخب المغربي وقع في مجموعه صعبه كثير. نعم، بالنسبة للمجموعة الأخرى حبينا نتحدث على المنتخب المصري اللي شفنا الابتسامة مرسومة على كل، طبعا على المدرب هيكتور كوبير، على النني، وكأنهم كانوا فرحانين كثير بهذه القرعة على اعتبار أنه أمام منتخب الكونغو وأوغندا والمنتخب الغاني. لكن عندما تذكر غانا فهذا يعني بأن المشكلة كبيرة جدا بالنسبة للمصريين أمام منتخب غانا. الأمر متوقف على المنتخب الغاني وحده، ومتوقف على ظروف المنتخب المصري وكيف سيكون، هل سيصل الى المستوى المامول في شهر اكتوبر المقبل؟ طبعا هذا هو السؤال، ولكن يبقى انه مجموعتنا هي الاصعب، ومجموعه المغرب هي ثاني اصعب مجموعه، المجموعات الاخرى تبقى فيها كل الاحتمالات موجوده. الشيء الاكيد حكيم هو انه المنتخبات التي شاركت في نهائيات المونديال الاخيره والتي قبلها لم تكون الخمسه نفسها حاضره في نهائيات كاس العالم المقبل. أرغب في سؤال آخر حفيد الراجي، طبعا لو يتأهل المنتخب الجزائري لثالث مرة على التوالي، لخامس مرة في تاريخ الجزائر، هل يؤكد هذا بأنه الجزائر فعلا منتخب كبير تملك أيضا، لما تشوف، لأنه الناس لما تشوفك من برا تقول ربما لو تتأهل، هل يؤكد هذا أنه المنتخب الجزائر تملك منظومة كروية كبيرة على اعتبار أنه الواجهة هو المنتخب الجزائري؟ لا، الأمر التأكيد لو نتأهل سنتأكد، أو قبل ذلك حتى ولو لم نتأهل، الأكيد اللي هو أن السياسة المنتهجة منذ 2008 هي السياسة التي كانت صحيحة والتي أهلتنا إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين. ما عدا ذلك لم يكن بإمكاننا أن نصل حتى إلى نهائيات كأس أفريقيا. المنظومة الكروية في الجزائر صحيحة على مستوى المنتخب، ما عدا ذلك فهي خاطئة.
هل يمكن أن تكون المنظومة الكروية على مستوى الاتحادية منفردة على المنظومة الكروية بشكل عام في الجزائر؟ مستحيل تكون منفصلة، نعم. لا؟ ما رأيك؟ اكيد، لانه خاصة إذا لم تكن خاضعة لك، لأن على مستوى الاتحادية المنتخبات تابعة لك، أما على مستوى الرابطة، على مستوى الأندية، فالنوادي ليست تابعة لك، ولا يمكنك أن تفرض سياسة هنا تفرضها الدولة وليس الاتحادية. وبالتالي نقدر نقول بأن سياستنا الكروية في الجزائر هي خاطئة وهي فاشلة لاعتبارات عديدة جدا يطول شرحها. أما على مستوى المنتخب فهذا من صلاحيات الاتحادية التي تمكنت أن تخرج المنتخب من هذه المنظومة. كنا سعداء جدا بتواجدك معنا حفيظ دراجي. وقت الإفطار في قطر صح؟ الساعة 7. فعلا منذ حوالي نصف ساعة. صح فطورك حفيظ دراجي، نلتقي على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حمزة. نذهب إلى فواصل.